أنا كنت مرتبط ببنت من 9 سنين وحبيتها حب كبير أوي. بنتي كانت بتموت فيا ومش شايفة غيري، وأنا كنت ساعتها لعبي وبتاع بنات. كنت بكلمها وبكلم 10 تانيين غيرها، وبكلم عليها، وأما كانت تعرف كانت بتهد الدنيا عليا، وارجع أراضيها فتهدى معايا وتكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة مع بعض في قصة حقيقية من واقع الحياة، هنحكيها وبنقول ده شاب بيقول: أنا كنت مرتبط من 9 سنين، بنت بتموت فيا ومش شايفة غيري قدامها. أنا كنت بكلمها وبكلم يمكن 10 بنات تانيين غيرها. البنت دي كانت بتحبني حب كبير جدا جدا إنه يمكن حد يتخيله. البنت دي كانت خام وما تعرفش حاجة عن أي حاجة. أنا كنت واثق من حبها ليا جدا جدا جدا، وضامن إن هي مكملة معايا مهما أعمل فيها. وبصراحة أنا افتريت عليها جامد قوي. كنت بحبها والله، بس كنت ضامنها قوي زي ما قلت ليكم. ويمكن ده سبب اني اخرف كده دلوقتي وهشوف اللي انا شايفه دلوقتي. كنت ضامنها، انا اول حب في حياتها واول حد في حياتها. بنت زي ما قلت خام جدا جدا وطيبة جدا جدا، واتعلقت بيا قوي قوي قوي. في اوقات الخناق اللي كنت بتبرد عليها، وكانت غصب عنها بتتعصب عليا، ولما تتعصب اخد رد فعل عنيف واطلعها نكدية فترجع هي اللي تعتذر، واقلب عليها الترابيزة. وده كان ملخص علاقتنا. قعدنا مرتبطين 2 سنين. جيت بعد ال2 سنين وقالت لي خطبني. قلت لها حاضر ماشي هاجي واتقدم. قرب ميعاد الخطوبة بتاعتنا، اتخانقت معاها خناقة كبيرة وهي اتعصبت عليا وغلطت فيا، وبصراحة أنا اللي وصلتها لكده. قصدت وتعمدت إن أنا أقابل واحدة تانية، وشافتني وأنا ببوسها، فهي اتعصبت عليا جدا لأن أنا اللي وصلتها لكده. مسكتني وانا بقابل البنت التانية دي وكنت ببوسها، حتى ما حاولتش ان انا اعتذر منها، بل بالعكس بجحت فيها جدا وقلت لها مش عايزك، وقالت لي خلاص في داهية ولا انا عاوزاك. البنت دي فعلا حبتني حب عمر ما حد حبه لحد، لانها كانت انسانة كويسة قوي قوي ونقية قوي قوي. المهم رجعت بعدها باسبوع، لقيتها اللي بتلف عليا تاني وقالت لي انا بحبك وعايزه ارجع لك وخلاص، واللي حصل حصل، بس انا مش حاسه منك حتى ان انت ندمان على اي حاجه عملتها، ولا على انك يعتبر خنتني واحنا في حكم ان احنا مخطوبين خلاص. بقول حتى ما اعتذرتش منها ولا حاولت ان انا اكلف خاطري واراضيها. المهم البنت دي قالت لي خلاص انا هسامحك، وانا هرضى باللي انت هتعمله وخلاص، ونفتح صفحه جديده مع بعض، وحب ليك عندي هيشفع لك. وفعلا قلت لها خلاص تمام وهرجع لك، ورجعت لها. المشكلة ان احنا فضلنا ماشيين مع بعض اكتر من شهرين كمان، وتعالى تقدم لي النهاردة طيب بكرة، طب تعالى النهاردة اقول لها لا بكرة. البنت كانت بتحبني لدرجة كبيرة جدا، وبصراحة انا كنت بحبها بس مش عارف ليه كنت بعمل فيها كل ده. البنت طلبت منها ان انا اقابلها وان انا اتكلم معاها شوية، وفعلا قابلتني في مكان مقفول. المهم ان احنا حصل ما بيننا علاقة كاملة. اي نعم هي كان برضاها، بس بعد ما فاقت من اللي هي كانت فيه زعلت جدا جدا وعيطت جدا جدا وقالت لك انت اذيتني. قالت لي انت اذيتني في اعز ما املك، فهتكون انت راجل قد المسؤولية؟ قلت لها اكيد هكون راجل قد المسؤوليه. المهم بعد الحوار ده باسبوع كانت كل يوم بترن عليا افصل عليها ومش عايز اكلمها، مش عارف ليه، مش انا واخد جنب منها مع ان انا غلطت اكتر منها. البنت دي حياتها بدات تتدمر. انا بعد الحوار ده باسبوع لقيت اهلي جايبين لي عروسه وقالوا لي ديت هي قريبتي، وقالوا لي رشحوها لي ان انا اتجوزها. فقلت خلاص، مليت وقرفت من حياة العك دي، وقلت استقر واكون اسرة بقى. وبالفعل خطبتها، والبنت اللي انا كنت مرتبط بيها دي معرفتش اي حاجة واختفت خالص. عرفت بعدها انها دخلت في ازمة نفسية كبيرة جدا، وجالها ضغط وجالها سكر ومشاكل صحية كبيرة قوي، وغيرت كل حساباتها وارقامها. اتجوزت قريبتي دي، جحيم عايش فيه. انا عايش في جحيم، حياة مملة مع حد لا فاهمني ولا فاهمه. صحيح مفيش مشاكل، لكن مفيش حياة أصلا عشان يكون في مشاكل. ومن بعد الجواز وأنا قطعت كل علاقتي بالبنات أقسم بالله، وقررت إني أكون راجل محترم وكفاية عك. فأقل من سنة كان عندي طفل من مراتي دي، بس برضو مش مرتاح، برضو مش فرحان، برضو مش حاسس بطعم الانبساط أو الراحة. البنت اللي ارتبطت بيها دي صورتها مش بتفارقني، صوتها بيرن في وداني، طريقة كلامها، حتى خناقاتها فيا ومش عارف أوصل لها. كان ما بيننا درجة تفاهم وانسجام مش طبيعية.
من غبائي كنت فاكر إن كل البنات زيها كده ولما اتجوز زوجتي هتكون كده، وللأسف طلعت حمار كبير أوي لأنها مش شبه أي حد خالص. بعد ما دورت عليها كتير أوي كان عدى عليا حبنا ومن الموضوع ده 5 سنين كاملين. لقيتها بعد 5 سنين وأنا بدور لقيتها، قلت لها أنا آسف، أنا بحبك ولسه عايزك وعايزة أرجع أكمل غلطتي. أنا عرفت قيمتك، ارجعي لي، أنا اتغيرت وانت هتشوفي بنفسك. والله والله أنا لسه نظرة الحب كانت في عينيها هي ولحيت عليها لحد ما وافقت. قلت لها وفي مشكلة بس صغيرة، بس إني متجوز وعندي ولد. وقعت من طولها، جريت بيها على المستشفى، ولما قامت صرخت في وشي وقالت وشتمتني ابعد عني، ما بقتش عايزة أشوفك تاني، لحد امتى هتفضل معايا كده؟ بعد كام شهر كنت براقبها من بعيد وهي ثابتة على رأيها، ابعد عني، وإنها بتكرهني. وسنة بعد سنة بتعدي وهي زي ما هي، ما اتجوزتش ولا حتى اتخطبت ولا مرة. وعرفت من حد مقرب ليها إنها متعقدة من الموضوع كله وشايلاه من دماغها وسنها كبر. عدت ال30 سنة. من سنة بالظبط وقفتها في الشارع، قلت لها هي كلمة اسمعيها بس وهمشي، أنا بحبك وعايز نتجوز، ومراتي هتعرف والدنيا كلها هتعرف أنا بحبك وانت بتحبيني، بلاش نعند تاني وفكري ورد عليا. بعد شهر قابلتها تاني، كان الجو مطر، وركبت معايا بعد إلحاح ساعة مني. ركبت معايا، قلت لها بصيلي قوليلي مش عايزاك. بصت لي وقعدت تعيط زي العيال الصغيرة. قالت لي ضيعت عمري وشبابي وصحتي وحياتي وكل حاجة، وضيعت أعز ما أملك، ضاعت عشان واحد عديم المسؤولية زيك، منك لله وحسبي الله ونعم الوكيل. عيطت كتير قوي وأنا قعدت أعيط معاها. قلت لها قولي مش عايزاك وانتي باصة في وشي وهسيبك في حالك. ما رضيتش تقولها. قلت لها أنا بحبك، كفاية اللي ضاع من حياتنا، أبوس إيدك يلا نتجوز. فضلت أزن عليها وقالت هبقى أرد عليك. ومن وقتها تظهر أسبوع وتختفي شهرين. حفيت وراها، سقت طوب الأرض يحننوا قلبها عليا. هي بتحبني والله زي الأول وأكتر، بس هي خايفة إن أنا أكون لسه مش عديم المسؤولية. ولولي أطمنها إزاي؟ وللعلم أنا حكيت لزوجتي كل حاجة، تفهمت، قالت لي اتجوزها في الأول، اتجوزها، بس كانت في الأول ما كانتش متقبلة ولا كانت راضية، لكن عرفتها كل التفاصيل وفهمتها إن دول 9 سنين حب ما قدرتش أنساها ولا لحظة ولا ساعة ولا يوم. ودي موحدة وقفت حياتها ودنيتها بسبب غلطة مني أنا. وفي الآخر زوجتي اقتنعت، لكن البنت هي اللي مش راضية. أعمل إيه علشان أطمنها؟ طيب لو صممت على الرفض أنا هنساها إمتى؟ أنا بقالي 9 سنين مش حاسس بطعم الحياة، مش حاسس بطعم الراحة، مش حاسس بطعم الفرحة، وحاسس بالذنب ناحيتها وعايزها ومش متقبل غيرها. أخويا بيقول لي نزوة في حياتك وهتفوق منها. طيب دول 9 سنين، أنا هنساها إمتى؟ ولا أضغط عليها تاني في موضوع الجواز ولا أعمل إيه؟ دي قصتي بمنتهى البساطة، أنا بموت حرفيا، ياريت تقولولي أعمل إيه؟ أفضل ألح عليها تاني ولا أعمل إيه؟ دي كانت قصة حقيقية من واقع الحياة النهاردة، وصاحبها محتاج الرد، فرب يعينه على اللي هو فيه. بس هو فعلا غلط في حق البنت دي كتير قوي، ودي عبرة لمن لا يعتبر من بناتنا الإنسانة البنات الطيبة اللي لسه بتبقى خام وصغيرة في السن وتضحي بنفسها وبشرفها وبكرامتها علشان شباب عديمين المسؤولية، شباب لسه عيال صغيرة بيلعبوا بالبنات وبقلوبهم زي ما هم عايزين. فياريت نتعظ لكل البنات، وكل أب حافظ على بناتك، وكل أم حافظ على بناتك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.